بيبدأ الفيلم مع مجرم خطير اسمه ميك. كان بيهرب من البوليس ومتصاب إصابة خطيرة جدا، وبسبب الإصابة دي ميك ما كانش قادر يتحرك، والبوليس كان على وشك يقبض عليه. ولكن في هذه اللحظة بيظهر لميك كائن غريب جدا، بيقول له بكل بساطة أنا أقدر أنقذ حياتك، ولكن في المقابل توهب نفسك ليا. ميك قال له يا سلام يا سيدي، أنا وهبت نفسي ليك، يلا بقى انقذني. فالكائن المخيف ده أنقذ ميك، وفي الوقت ده بنلاقي إن في بركة دم غريبة كده ظهرت وميك اختفى. بنروح بعد كده لواحد اسمه شان موجود في تايلاند. شان ده راهب بوذي، بتجيله رؤية كده بأحداث هتحصل في المستقبل. الدنيا كلها بتولع وبيظهر واحد اسمه جيك، ده هنعرفه بعدين يعني، وكمان بيشوف الكائن الغريب اللي ظهر لميك. فتشان اول ما بيشوف الكائن الغريب ده في الرؤيه بيقلق، وبيقرر انه ينزل للعالم علشان يوقف اللي هيحصل. بيلبس الصفه بتاعته وبيتكل على الله. في نفس الوقت على الجانب التاني بنروح لجيك اللي جان شافه في الرؤيه، بنلاقيه وصل لمطار تايلاند علشان يقضي الاجازه مع مراته وبنته. وبنعرف ان جيك ده ضابط امريكي، ولكن واضح كده ان هو مشغول جدا بشغله اكتر من عيلته. طول الوقت كده ماسك التليفون وبيتابع شغله وسايب عيلته خالص، وده طبعا مضايق مراته فمنكده عليه طول الوقت. بتقول له ايه الاولويه لعيلتك يا بيه، ماسك لي التليفون على طول وسايبنا احنا، ايه في يالا جيك يالا، زي ما انتوا عارفين يعني العادي بتاع المتجوزين. على كل حال بيوصلوا الفندق وبيرموا الشنط بتاعتهم، بعد كده بينزلوا علشان يتمشوا شويه في المدينه ويعملوا شويه شوبينج. واثناء ما كانوا بيتمشوا في المدينه فجاه كده مش بيلاقوا بنتهم، فبيفضلوا بقى يدوروا عليها يمين وشمال لغايه ما بيلاقوها مع مين؟ مع تشان. تشان كان واقف معاها بيلعبها في فراشه كده وبيسليها. ولما جيك ومراته لقوا ان بنتهم كويسه وبخير ما فيهاش اي حاجه، جيك شكر تشان جدا. فشان قال له خلي بالك المقابله بتاعتنا دي مش صدفه، ونده جيك باسمه. فجيك استغرب هو ده عارف اسمه من فين، وقال لجيك بعد كده انت اللي اتولدت في الموت تحت قمر دموي، انت يا جيك حارس البوابات. جيك قال له بقول لك ايه، انت شايفني بوابه قدامك، انا ظابط يا ابني. شان قال له انا بكلمك بجد، في تحديات جامده هتقابلك في وقت قريب جدا لازم تجهز ليها. ولكن جيك ما اهتمش خالص بكلامه وافتكر ان هو مجنون وسابه ومشي. بياخد مراته وبنته بيدخلوا مول علشان يكملوا فسحتهم ويومهم بشكل طبيعي. ولكن في نفس المول ده مين بيكون متواجد؟ الشخص ده اللي كان بيموت واللي اسمه ميك. بكل بساطه كده بيدخل وسط الناس بيطلع سلاح وبيقتل فيهم بشكل عشوائي، فطبعا بيعم الذعر والخوف جوه المول. وميك بقى مش بيتوصى اي حد بيقابله في وشه وبيقتله. وطبعا جيك اخد باله وكان خايف جدا على مراته وبنته، فقال لهم يروحوا يستخبوا لانه لازم يساعد الناس زي اللي بتموت. فمراته وبنته دخلوا الحمامات بتاعه المول، اما جيك فاخد مسدس من ضابط كان اتقتل موجود جوه في المول وراح لميك علشان يقبض عليه. قال له انت ولي ارمي الرشاش اللي معاك ده. ميك قال له مش رامي وحاول يقتل جيك. فجيك بسرعه استخبى، وفي الوقت ده شاف واحده تانية ماسكه التليفون كانت بتحاول تستغيث يعني تتصل بالشرطه او ايا كان، وكانت في حاله ذعر وصوتها عالي جدا. فجيك حاول يهديها علشان ما تلفتش نظر ميك، ولكن الاوان كان فات. ميك قتلها، ده اللي خلى جيك اتجنن وعلى طول اصاب ميك برصاصين. فميك في اللحظه دي قال لجيك انا بشكرك جدا انك انت خلتني نفذت المطلوب مني، وقال له كمان ان الطقوس كده اكتملت. جيك قال له طقوس ايه اللي بتتكلم عنها؟ ميك قال له ان الراجل اللي انقذه ده كان قال له يعني ان الحارس هيجي له في المول وهيقتله. فجيك في الوقت ده افتكر كلام تشان لي لما قال له ان هو حارس البوابات، وما كانش فاهم اي حاجه ولا ايه اللي بيحصل. في نفس الوقت ده كان في ضابط تاني موجه السلاح بتاعه ناحيه ميك، ولكن ميك بيفاجئنا في الوقت ده وبينفجر. ايوه صدقني زي ما بقول لك ميك بينفجر. الانفجار ده كان كبير جدا وطبعا بيأثر على جيك وعلى الضابط التاني اللي كان موجه سلاحه ناحيه ميك. من الناحيه التانيه مرات ميك وبنته بيخرجوا من الحمامات وبيحاولوا يهربوا بره المول، ولكن بتتفاجئ بالناس اللي جوه المول بيحاولوا يهجموا عليها علشان يقتلوها. الناس العاديه زي ما يكون كده في قوه مأثره عليهم ومتحكمه فيهم. فطبعا مرات جيك بتواجه صعوبات كتيره جدا علشان تخرج هي وبنتها عايشين. ناس كتيره قوي بتحاول تقتلها هي وبنتها، بس تقريبا كده حضر درسين تايكوندو على اليوتيوب ولا ايه، فيعني تقدر تقول كده ده شملتهم. برضه في نفس الوقت ده من الناحيه التانيه جيك بيفوق والظابط اللي معاه برضه بيفوق، وهما الاتنين ما كانش فيهم ولا خدش حتى. وجيك ذات نفسه كان مستغرب انه لسه عايش هو والظابط. بنرجع تاني لمراته وبنته واللي بنلاقيهم خرجوا بره المول، بس بيشوفوا الناس كلها في الشارع بيضربوا في بعض وبيقتلوا في بعض بدون سبب وبدون داعي. ومرات جيك مش فاهمه ايه اللي بيحصل، الناس دي بتقتل في بعضها ليه، وبتضطر انها تهرب من الشارع وبتدخل جوه سوبر ماركت صغير، وجوه السوبر ماركت ده بتلاقي صاحبه ميت، فقالت تستخبى فيه لغايه ما الدنيا تهدى. في الوقت ده بنرجع تاني لجيك. الظابط اللي معاه بيقول له هو ايه الحكايه، هي الناس اللي قتلها ميك ده قبل ما يموت جثثهم راحت فين، المول كله فاضي ليه؟ وفي الوقت ده وقيس فجاه كده بتظهر لهم واحده مدياهم ظهرها وواقفه متخشبه. فالظابط اللي مع جيك ده راح علشان يطمن عليها، ولكن بيتضح ان الست دي في روح شريره مسيطره عليها، فبتمسك الظابط ده بتقتله. فجيك على طول بيقتلها بالمسدس، ولكن هاو مش بتموت وبتروح على جيك علشان تقتله. جيك طبعا بيحاول يدافع عن نفسه وبيحاول يهرب منها،
هنا، ولكن بنت الايه دي عمال بتطلع له من كل مكان، شويه تمشي على السقف، شويه تمشي على الارض، شويه تمشي في الحيطان. بس جيك قدر بطريقه ما يعني يهرب منها وراح على الحمامات علشان يطمن على مراته وبنته، لكن طبعا ما لقاهمش هناك. وفي الوقت ده بنروح لمراته وبنته من الناحيه الثانيه في السوبر ماركت. هناك مراته طلعت التليفون علشان تتصل بالشرطه، ولكن ما كانش فيه شبكه. فبنتها قالت لها طب ايه رايك لو نروح عند بيت تيتا اللي موجود هنا في تايلاند؟ مامتها قالت لها لا مش هينفع، الفندق اللي احنا نازلين فيه اقرب لينا من بيت تيتا. ولسه هيشقوا طريقهم علشان يروحوا الفندق، بيلاقوا ناس كتيره من المتسيطر عليها دي من قوه الشر داخلين عليهم في السوبر ماركت. طبعا بيحاولوا يهربوا منهم من غير ما ياخدوا بالهم منهم، ولكن واحد منهم بيشوف بنتها ولسه كان هيهجم عليها، فجت مرات جيك ورزعته على راسه ووقعته، واخدت بعد كده بنتها علشان تهرب. اما جيك من الناحيه الثانيه فبيتمشى شويه في المول، وقيس فجاه كده بيلاقي نفسه الست دي في وشه. ما تموتي بقى. جيك ضربها بالكرسي فوقعت. انا مش فاهم ازاي يعني يضربها برصاص ما تموتش، بس يضربها بالكرسي تقع عادي يعني. ولكن برضه وهو بيجري لقاها نازله له قدامه تاني. انت وبعدين معاكي؟ طيب يعني مفيش كتالوج ليكي نعرف منه انت بتموت ازاي؟ المهم يعني جيك في الوقت ده بيشغل دماغه، فبيمسك سلك وبيفضل يكتف فيها واحده واحده كده لغايه ما بيخليها مش قادره تتحرك نهائيا. على الجانب التاني مرات جيك وبنته بيهربوا لغايه ما بيوصلوا محطه اتوبيس. بيفضلوا يمشوا وسط الاتوبيسات وهم بيشوفوا الناس من بعيد كده بيقتلوا في بعض لغايه ما بيوصلوا الاتوبيس كده موجود جواه ناس عاديه. بيركبوا الاتوبيس ده، ولكن بيتفاجئوا ان سواق الاتوبيس مش معاه المفتاح بتاع الاتوبيس، لان المفتاح بتاعه في الشنطه، والشنطه دي واقعه في نص الطريق بره، وكل الموجودين جوه في الاتوبيس خايفين يجازفوا ويخرجوا يجيبوا الشنطه. ده اللي خلى مرات جيك استجمعت قوتها كده وخرجت علشان تجيب الشنطه، وفعلا راحت وجابتها واديتها للسواق. ولكن لسه هتركب الاتوبيس جم شويه ناس شريره وشدوها وكانوا هيقتلوها، بس من حظها الحلو واحد من الركاب اللي كانوا معاها في الاتوبيس جالها وساعدها علشان يحررها منهم. فالناس دول سابوها هي ومسكوه هو وقتلوه، ومرات جيك عاشت وركبت الاتوبيس وهربوا من المكان. اما جيك على الجانب التاني فاخيرا بيخرج من المول، واثناء ما هو ماشي بنتفاجئ بكائن غريب جدا كبير قوي بيتمشى وراه وعاوز يمسكه. فجيك بيجري والكائن ده بيجري وراه، ولكن جيك بقى بما انه جسمه صغير بيدخل جوه الزوارق كده علشان يختفي من قدام الكائن الكبير. برضه في نفس الوقت من الناحيه التانيه الاتوبيس اللي راكباه مرات جيك بيقف، وده علشان السكه واقفه بسبب العربيات اللي محدش راكب فيها والناس اللي كانت سايقاها هربت منها. ده اللي بيخليها تضطر انها تنزل من الاتوبيس هي وبنتها ويكملوا باقي الطريق مشي. ولما بنرجع لجيك بنلاقي ان الوحش ده لسه بيجري وراه علشان يمسكه، وجيك بيفضل يهرب منه لغايه ما بيتزنق في حته مسدوده. بس في اللحظه دي بيجي له تشان وبينقذه، بياخده بيدخله في مكان بعيد عن عيون الوحش، وبيقول له بقول لك ايه، لو عايز تشوف مراتك وبنتك تاني يبقى تعمل اللي انا بقول لك عليه بالظبط. وجيك لما بيشوف وشه بيقول له ايه ده، انا فاكرك مش انت اللي كنت بتلعب بنت بالفراشه في الحديقه؟ انت عاوز مننا ايه يا عم انت؟ انا من ساعه ما شفتك والمصايب عماله بتنزل على دماغ زي الرز. شان قال له اهدى شويه وانا هفهمك كل حاجه. قال له بص يا جاك يا اخويا، احنا دلوقتي عايشين في عالم بين الجنه وبين الجحيم، لان المنطقه اللي احنا فيها تحديدا دي اسمها منطقه العوائق، وانت بما انك في المنطقه دي دلوقتي يا جاك فانت بتتحاسب على افعالك. وسال جاك بعد كده على ميك قبل ما يموت اذا كان قال له اي حاجه. جاك قال له ايوه ميك قال ان سيده قام مره تانية وانه هيوصل للمكان ده قريب، كمان قال له ان هو الحارس. شان قال له ايوه زي ما قلت لك انت حارس البوابات، تحديدا بوابات الجحيم. جاك قال له ايه بوابات الجحيم؟ يا عم انا كنت جاي اتفسح انا ومراته وبنتي، ايه اللي دخلني في الحوارات دي كلها؟ شان قال له انت ساعدته في اتمام الطقوس الدمويه، وبسبب كده بوابات الجحيم اتفتحت، ودلوقتي يا جيك يا اخويا الشياطين اللي عايشين في الجحيم بيتمشوا في الارض بكل حريه، وبتلبس الناس اللي روحها ضعيفه وبتاخد الارواح بتاعتهم. طبعا هو هنا يقصد الناس اللي بتقتل في الناس التانيه، ده بيوضح ليه الناس فجاه بدات تقتل في الناس التانيه. على كل حال شان بيكمل كلامه بعد كده وبيقول له ان والده قرب يوصل للعالم، وبيتضح ايه بقى سيادتك ان تشان ده ابن الشخصيه الغريبه والمخيفه اللي انقذت حياه ميك، وميك بيخدمه. بمعنى اخر والده هو الشخصيه الشريره، وتشان قال لجيك ان هو كان مقدر ليه يبقى موجود في المول في الوقت اللي ميك موجود فيه، وعلشان كده ابو تشان بعت ميك في المول علشان يقتل الناس زي كلها ويلفت نظر جيك، فجيك يضطر يدافع عن الناس زي ويقتل ميك، وبكده بقى تبقى الطقوس اكتملت. وقال لجيك بعد كده ان هو الوحيد اللي يقدر يغلق البوابه بتاعه الجحيم اللي اتفتحت بما انه حارس البوابه. يا عم خلاص بقى زهقتنا بحارس البوابه دي، انت قلتها كام مره من ساعه بدايه الفيلم. جيك قال له كل ده حلو، اشمعنى انا بقى حارس البوابه بتاعه الجحيم؟ شان قال له انت تقريبا كده كنت هتموت في الولاده بتاعتك، ولكن بدل ما انت اللي تموت امك هي اللي ماتت، ويصادف يعني ان الولاده بتاعتك دي حصلت في وقت كان القمر فيه دموي، فبالتالي يا جيك يا اخويا انت اللي بقيت حارس بوابه الجحيم. ايه يا عم تشان وانت بتقول اي كلام علشان تلبس الواد الحوار وخلاص؟ المهم يعني تشان قال لجيك بقول لك ايه، عاوز تنقذ مراتك وبنتك يبقى لازم تغلق البوابه دي، ها يلا بينا ولا مش يلا بينا؟ جيك قال له معاك يا سيدي يلا بينا. اما على الجانب التاني فمراته وبنته بيكونوا وصلوا للفندق، وهناك طبعا برضه نفس الكلام، الناس كلها عماله بتقتل في بعضيها، ولكن مرات جيك بعد عناء كبير يعني وضرب ناس كتير قوي قدرت انها تدخل الاوضه بتاعتها. وهناك بيبصوا من الاوضه كده على الفيو بتاعهم، لقوا المدينه كلها في حاله دمار،
فما كانش قدامهم غير انهم يقعدوا ويستنوا جيك يجي ينقذهم. وعلى الجانب التاني تشان وجيك بيتمشوا علشان يروحوا البوابه، واثناء ما كانوا بيتمشوا كده تشان بيحكي لجيك حكايه والده اللي بقى شرير. بيطرح ان والده ده كان في يوم من الايام راهب زيه بالظبط، ولكن والده كان طمعان جدا وكان نفسه يبقى عنده قوه ازليه. ده اللي خلاه سرق نصين مهمين جدا بيتكلموا عن امتصاص طاقه الارواح، والنص التاني بتاع الخلود. ولكن للاسف والده ما كانش مهيأ علشان يقدر يقرا نصوص زي ويستوعبها. فاللي حصل بقى انه بدل ما يتحكم هو في النصوص هي اللي اتحكمت فيه وخلته بقى كائن شرير. كمان في الوقت ده جسده بدأ ينهار. ده اللي خلاه راح علشان ياخد ابنه الوحيد اللي هو تشان ويستحوذ على جسده بدل جسده اللي بينهار. بس قبل ما يعمل كده ويستحوذ على جسد ابنه، بتيجي مراته في الوقت ده وبتنقذ ابنها منه، وابوه ده بيموت في الحال وجسده بيتبخر. كمان ابنه تشان في الوقت ده بتزرع جواه المعرفه بتاعه النصوص اللي ابوه قراها، فبالتالي تشان عارف كل حاجه هتحصل في الطقوس دي وعارف ايه الخطوات، علشان كده بيساعد جيك في انه يسيطر على بوابه الجحيم قبل ما ابوه يرجع للعالم مره تانية. وفي نفس هذه اللحظه بتهجم عليهم كائنات غريبه جدا. الكائنات دي كانت جايه من الجحيم وعايزه تقتلهم، فهم الاثنين بيهربوا بيدخلوا جوه عماره، ولكن جوه العماره برضه كان في كائنات كتير، فده اللي خلى جيك وتشان اتفرقوا غصب عنهم جوه المبنى. المهم يعني جيك بيوصل للسطوح، وهناك فوق السطوح بيشوف حاجه غريبه، الا وهي البنت اللي كانت ماتت في المول وهي ماسكه تليفونها بتحاول تتصل بالشرطه. فجيك قال لها ايه ده، انا شفتك قبل كده، وقال لها يعني ان هي كانت اتقتلت في المول. ولكن كان واضح عن البنت دي انها مش فاهمه اي حاجه ولا عارفه هي فين ولا حتى عارفه انها ماتت. كل اللي فاكراه انها كانت شايفه ماك بيقتل في الناس في المول. بعد كده بتعترف لجيك بحاجه شخصيه خاصه بيها هي، الا وهي انها خانت خطيبها مع اقرب اصدقائه، وكان واضح عليها جدا انها ندمانه انها عملت كده. في نفس الوقت ده بنلاحظ ان الكائن الكبير جدا ده الشرير جاي عليهم، فعلى طول جيك بياخدها من ايديها علشان يهربوا منه. ولكن الكائن ده بيقدر يخطف البنت دي من ايد جيك، وبكل بساطه كده بياكل دماغها. تحس كده انه بيفتح ازازه حاجه ساقعه. طبعا جيك ما كانش مصدق اللي شايفه، وبعدها لما بيقعد مع تشان بيحكي له على كل اللي حصل. بيقول له انه شاف البنت دي وهي بتموت، وبعدين شافها مره تانية وهي عايشه، فمش فاهم ايه اللي بيحصل. تشان في الوقت ده قال له ان البنت دي روح تايهه، مش عارفه هي فين ولا عارفه ايه اللي حصل لها، لكن هي ميته، وعلشان روحها مضطربه الوحش ده اخدها واتغذى على روحها. جيك قال له معلش بس ثانيه واحده، هو ده معناه ايه؟ ازاي انا قدرت اشوف روحها؟ فتشان في اللحظه دي اداله الصدمه في وشه كده، قال له يا جيك انت كمان روح، لانك بكل بساطه مت في الانفجار اللي ميك عمله لما مات. جيك لما سمع الكلام ده ما كانش مستوعبه، وكمان كان رفضه رفض قاطع. فضل يقول لتشان لا انا مش ميت، انا عايش. وقال له بعد كده ازاي دلوقتي هقدر انقذ عيلتي؟ انا مش هعرف انقذهم وانا ميت. تشان قال له ما تقلقش، انت الوحيد اللي تقدر تنقذ عيلتك وتنقذ العالم كله. وقال له ان النصوص زي اللي دخلت جسمه خلته عنده القدره انه يقدر يتنقل بين العوالم بجسمه، ده اللي هو تشان مش جيك. وقال لجيك بعد كده يلا بينا علشان نروح نغلق البوابه دي وننقذ العالم ومراتك وبنتك. وفي نفس الوقت على الجانب التاني باب الاوضه بتاع مرات جيك بيخبط، ولما بتفتح الباب بتلاقي قدامها مين؟ جيك. ولكن ده مش جيك، لان جيك كان موجود مع تشان في مكان تاني خالص، وفي المكان ده كان فيه وحوش تانية بيشتبكوا مع الوحوش دي، وتشان بيقدر يتخطاهم. بعدها هما بيتمشوا كده، جيك بيعدي على مرايه موجوده في الشارع، بيبص في المرايه بيلاقي نفسه واحد تاني خالص، وبيطرح ان الشخص ده تشان ساعد جيك علشان يلبسه ويقدر يمشي من خلاله في العالم. والشخص ده اساسا برضه كان ميت، فتشان اخد جسمه الميت ولبسه لجيك او لبس جيك فيه، مش عارف حد فيهم لبس التاني يعني، لغايه ما يقضي بالمصلحه يعني. على الجانب التاني جيك اللي هو مش جيك اللي مع مرات جيك بيطرح انه مين؟ ميك، واخد الهيئه بتاعت جيك وراح علشان ياخد مرات جيك وبنته. اما جيك من الناحيه التانيه فتشان بيديله سلاح قديم وكمان خنجر قديم، بيقول له ان الاسلحه دي تقدر تقتل الارواح، لان عليهم شويه حباش وتعويذ كده يقدروا يقتلوا الارواح. المهم بيروحوا بعد كده على الفندق علشان ينقذ مراته وبنته، ولكن لما بيوصل للوضع بتاعته هناك مش بيلاقيهم. بس في الوقت ده جيك بيسمع صوت مراته وبنته جاي من تحت الفندق، فعلى طول بينزل بسرعه علشان ينقذهم. ولكن طبعا مراته وبنته لما بيشوفوه بيلاقوه شخص تاني خالص، فما كانوش عارفين مين هو ده اساسا. اما بالنسبه لميك فهم شايفينه جيك، فعلشان كده واثقين في ميك اكتر من جيك اللي ملبوس في شخص تاني. واخدين بالكم معايا في اللفه دي ولا لا؟ اوعى تكونوا تهتوا مني. على كل حال بتدور خناقه كبيره جدا بين جيك وميك، وميك بيقول لجيك في الوقت ده ان كل اللي حصل له ده بسبب ان هو كان مهمل في عيلته اساسا، ما كانش مهتم بيهم زي شغله، وانه كمان في المول قال ساب عيلته تروح تستخبى في الحمامات علشان يروح يدافع عن ناس ما يعرفهاش، فبسبب كده روحه تايهه في العالم ده، وكمان مقهور على اسرته اللي ما كانش حاسس بقيمتها. المهم جيك بطريقه ما بيقدر يسيطر في الاخر على ميك، ولكن مراته في اللحظه دي بتمسك المسدس اللي عليه الحباش والتعويذ واللي كان واقع من جيك وسط الخناقه ووجهته ناحيه جيك. جيك قال لها اهدى يا وليه، انا جوزك على فكره، اي نعم شكلي متغير
صغير بس صدقني انا جوزك. ولكن مراته ما صدقتش الكلام ده طبعا، لانها شايفه قدامها جوزها جيك. ازاي يعني هتثق في واحد تاني بيقول لها انا جوزك، واللي مثبت جوزها وعاوز يقتله. المهم يعني قتلت جوزها وسابت ميك عايش. جوزها في اللحظه دي روحه بتتحرر من الجسم ده وبيرجع مره تانيه بهيئته، ولكن لما بيخرج من البسين مش بيلاقي اي حد حواليه، ولا مراته ولا ميك ولا بنته ولا اي حد. وفجاه كده بيجي له وحش وبيهجم عليه وبيعضه في رقبته. اما ميك من الناحيه التانيه فاول حاجه بيعملها بياخد المسدس من مرات جيك، وبعدها في بوابه دمويه بتتفتح وراهم، وميك بياخد مرات جيك وبنته وبيدخلوا جوه البوابه دي. اما جيك فبيفوق مره تانيه بيلاقي تشان جنبه وبيقول له ان هو لحقه على اخر لحظه قبل ما الوحش ده يمتص روحه، وبيقول له يلا بينا نروح نلحق نقفل البوابه لان مراتك وبنتك في خطر، وراح ملبسه جسم واحد تاني. وبياخدوا بعد كده بيوصلوا المكان الموجود فيه البوابه. في نفس المكان ده بنلاقي ميك موجود هناك، واخيرا ظهر بهيئته الطبيعيه، وطبعا كان واخد مرات جيك وبنته. مش بس كده، كمان اخيرا ابو تشان بيظهر وبدا يجهز الطقوس علشان يبقى شخص خالد ويقدر يعيش في العالم ويتحكم فيه وفي الارواح اللي فيه كمان طول عمره. واخد بنت جيك علشان يضحي بيها وياخد من دمها، بما ان دم جيك حارس بوابه الجحيم بيمشي جوه دمها. ولسه هيبدا الطقوس ويضحي ببنت جيك. جيك نفسه بيدخل لهم في الوقت ده طبعا لابس جسم واحد تاني، وقدر يوقف التضحيه ببنته مؤقتا، واشتبك مع كل الاشخاص الشريرين التابعين لابو تشان، وحتى كمان مراته كانت بتساعده. المهم يعني بعد عناء كبير وخناقه كبيره قوي قدر يقتل كل الارواح الشريره التابعه لابو تشان. ما تبقاش غير ميك وابو تشان. في اللحظه دي مرات جيك بترمي لجيك المسدس اللي عليه الحباش والتعويذ، وجيك بيقتل بيه ميك. فميك في الوقت ده بيقع على الارض، وفجاه كده بيلاقي نفسه موجود في نفس المكان ده لوحده. في اللحظه دي بيجي له الوحش الكبير جدا ده وبياخد روحه وبيتغذى عليها، بس المره دي ما فتحوش زي ازازه الحاجه الساعه، فتحوا زي كيس الشيبسي. اما من الناحيه التانيه فتشان بيواجه ابوه، ولكن بيقول له معلش انا ماليش في العنف بما اني راهب بوذي، فهخلي جيك هو اللي يقتلك. وفي هذه اللحظه جيك بيجي من وراه وبيطلع الخنجر اللي اخده من تشان وبيغزه بيه. ايه ده؟ ايه الموتة الهفه دي؟ المهم يعني ابو تشان قبل ما يموت قال لتشان انت قلت له الحقيقه الكامله، وقال لجيك بعد كده انت ما تعرفش انت داخل على ايه، وراح ميت. طيب سيادتك استنى قبل ما تموت وقول لجيك هو داخل على ايه؟ ايه شغل الالغاز ده؟ جيك بيقول لتشان هو ايه الحكايه. بيطرح ان جيك علشان يقفل بوابه الجحيم لازم يدخل جواها، بمعنى اخر جيك خلاص مش هيقدر يرجع تاني لمراته وبنته. فجيك بيروح يودع مراته وبنته وده حار جدا يعني، وتشان بياخده بعد كده بيوصله لبوابه الجحيم هو والشنط بتاعته، وبيقول له يلا اتكل على الله، تذكرتك على فكره رقم 57 جنب الشباك، ها مش ممر، ها اوعى يضحك عليك. وجيك حرفيا بيذهب للجحيم. ولما دخل البوابه اتقفلت والعالم كله رجع تاني بشكل طبيعي. فتشان ودعه باحترام ومشي. اما مراته وبنته فراحوا قعدوا في بيت ام مراته. ولكن بعد اليوم ده بشويه وقت بنلاقي ان في واحده لابسه بالطو زي البالطو اللي كان لابسه ميك، وراحت برضه لنفس المكان ده وبدات تعمل الطقوس اللي بترجع ابو تشان مره تانيه. ولغايه هنا الحكايه بتنتهي. يا ريت بقى تدوس على اللايك، تعمل كومنت وشير علشان الفيديو يوصل لناس اكتر. دوس على اللايك ما تكسلش يا جدع، كومنت برضه يبقى حلو قوي. كمان لو انت اول مره تسمعني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان تيجي لك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده. مستنيكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سامي زازا.